السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض صوص شوكولاتة للطوارئ. يعني لو عايزة حالا صوص شوكولاتة في دقيقتين 3 هتقدري تحضريه، وكمان بالمكونات اللي عندك في البيت، مش هتشتري حاجة جديدة. يعني ده صوص شوكولاتة للإنقاذ، مش أسرع ولا أسهل من كده. تابعيني للنهاية، اذكري الله وصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة معايا كوباية من الحليب بأي درجة حرارة، مش فارقة. لو بتحبي صوص الشوكولاته مسكر بزياده، يعني مسكر شويه، هتحطي معلقتين كبار من السكر. لو بتحبي صوص الشوكولاته يبقى سكره قليل، يبقى هي معلقه كبيره من السكر. بعد كده هنحط معلقه كبيره ممسوحه من النشا، ومعلقتين كبار من الكاكاو البودره الخام. هنقلب المكونات دي على البارد كده مع بعضها قبل ما نرفعها على النار. ولو لسه ما عملتيش لايك للفيديو، من فضلك اعملي لايك. قلبته على البارد كده، بس طبعا مش هيدوب 100%. وبعد كده هرفعه على النار واستمر بالتقليب. هنستمر بالتقليب علشان النشا ما تساعدش على التكتل، فبلاش ان احنا يعني نسيبه كده، لا لازم نقلب. القوام هيبتدي يتقل معانا زي ما انت شايفه كده، تقل شويه، وبعد كده هيتقل اكتر واكتر زي ما انت شايفه قدامك في الفيديو كده. هنقفل النار ونسيبه يبرد. اول ما برد خلاص بقى جاهز عندي. ومن مميزات صوص الشوكولاته ده ان انت تقدري تغطي بيه الكيك، يعني الكيك مش هيشربه لانه تقيل زي ما انت شايفه كده. وتقدري بقى تحطيه في اي علبه كده لي او اي حاجه ليها بوس كده عشان تبتدي ان انت تستخدميه. اهم حاجه ان احنا لو هنحتفظ بيه في التلاجة هنغطيه ونحتفظ بيه. زي ما قلت لك تقدري تغطي بيه الكيك، السينابون، ليه استخدامات كتير جدا، وهو ده صوص الانقاذ، اسرع واسهل صوص شوكولاته ممكن تحضريه في دقايق بالمكونات اللي عندك في البيت. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.